هقول لكم في الفيديو ده ازاي تتعاملوا مع مريض الادمان. اول حاجه، ما تصدقش كذب الادمان، بس افهمه. الادمان بيخلي الشخص يلجأ للكذب والتلاعب علشان يفضل في دايره المخدرات. ممكن يقول انا بطلت خلاص او دي اخر مره. ما تصدقش الكلام ده بسهوله، لكن في نفس الوقت حاول تفهم ان الكذب جزء من المرض ومحتاج مساعده حقيقيه علشان يخرج منه. تاني حاجه، ما تهاجموش وما تسيبوش. غلط جدا ان الاسره تهاجم ابنها المدمن او تعامله كانه مجرم او فاشل، لان ده هيخليه يبعد اكتر. بدل الهجوم لازم يكون في توازن بين الحزم والاحتواء. تفهمه انك مش هتتساهل معاه، لكنك في نفس الوقت مش هتسيبه لوحده. ثالث حاجه، اقترح عليه انه يتكلم مع متخصص او يزور اقرب مكان علاجي من غير ضغط شديد يخليه يرفض. رابع حاجه، امنع الفلوس بس وفر الدعم. اكبر غلطه انك تفضل تديله فلوس وهو في مرحله الادمان، لانه بنسبه 90% هيصرفه على المخدرات. لكن في نفس الوقت ما تقطعش عنه الدعم العاطفي، لانه محتاج يحس ان في امل وان اهله لسه في ظهره. خامس حاجه، ما تحاولش تعالجه لوحدك. الادمان مرض معقد ومش مجرد ضعف اراده، فلازم يكون فيه متخصصين نفسيين وطبيين في رحله العلاج. ساعده انه يلاقي مكان مناسب للعلاج، وما تتعاملش مع الموضوع كانه حاجه ممكن تتحل بالكلام وبس. اشوفكم في فيديو جديد. عمرو عاطف.